محمد الزنادي اعتقل جريحا بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الأمن السعودي. وفي أكتوبر الماضي من عام 2013 طالبت هيئة الادعاء العام إقامة حد الحرابة عليه بتهمة الخروج على ولي الأمر واستخدام السلاح بوجه رجال الأمن. إلا أن حضور الزنادي ونشاطه الحقوقي يثبت عكس ما تدعيه الحكومة، حيث عرف بمشاركته الفاعلة في الحراك الذي انطلق في المنطقة الشرقية عام 2011. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المدعو محمد صالح عبد الله الزنادي، يا من اتهمتم الناس بالباطل. أنا أستنكر مما صدر من وزارة الداخلية في اتهامي بأني مثير فتنة. لماذا اتهمتموني؟ هل لخروجي مظاهرة أطالب بها حقي، أم لرفضي ظلمكم، أم لسرقة حقي؟ فأين خطأي؟ اسمعوا أيها الناس، أنا لا تهمني مثل هذه الأكذوبات، وإنما يهمني أبناء مجتمعي أن لا يصدقوا مثل هذه التلفيقات على منهم قبلي. فأنا إنسان بسيط، وهل غلطي في خروجي للمطالبة بحقي؟ أليس لي حق أن أعبر عن رأيي؟ يا أبناء مجتمعي ويا من تشككون، ابحثوا عن الحقيقة من الدولة لكي تثبت إدانتي على أني أطلقت الرصاص. فأنا أتحدى وزارة الداخلية أن تثبت هذا الشيء بأي وسيلة مشروعة، وأنا مستعد أن أجلس في القضاء الدولي لأجل التحقيق وإثبات من أطلق الرصاص، رجال الأمن أم أنا المدعو محمد صالح عبد الله الزنادي. يا أيها الناس، إن دماء شعبنا ليست رخيصة، ولسنا نساوم عليها ولو حتى ضحينا بأنفسنا. وهذه وصية إلى كل حر أن لا يتخلى عن دماء شهدائنا وأن يسير على مسيرهم، فأنتم محاسبون أمام الله. خرج الزنادي ببيان مصور دافع من خلاله عن حقه وبراءته، متحديا وزارة الداخلية إثبات التهم الموجهة إليه بالدليل والبرهان.